الابجريد مش رفاهية، ده قرار بينقذ وقتك فلوسك، وهثبت لك ده بالدليل في الفيديو ده الفيديو اللي هيكون لأهم العلامات اللي لو لقيتها في البي سي بتاعك يبقى لازم تطوره. وفي الفيديو الجاي هقولك على أهم العلامات اللي لو لقيتها في اللابتوب بتاعك يبقى لازم تطوره حالا. يعني أول حاجة وأول علامة بتهم ناس كتير الجيمنج. لو انت جيمر، أول علامة واضحة وهي الألعاب، مثلا بروسيسور قديم زي الاي 5 4760 مع كارت الجي تي اكس ده زمانه خلاص. ألعاب جديدة زي سايبر بانك 2077 أو ستار فيلد مش هتقدر تشتغل كويس على الجهاز ده، وهتلاقي نفسك محبوس على 20 ل25 FPS حتى على أقل إعدادات. في المقابل عندك بروسيسور زي الاي 5 12400F مع كارت ال RTX على 3060 هتلاقي فرق ضخم جدا في الألعاب من 20 فريم ولغاية 60 وأعلى من 60 فريم على الترا سيتنج. يعني لو انت مش قادر تلعب ألعاب الجيل الجديد كويس، هنا لازم تفكر بجدية في موضوع الابجريد. لو بتستخدم الجهاز للشغل الموضوع أخطر. مثال معالج قديم زي الاي 7 4790 مع 8 جيجا رام DDR3، يعني انت حابس نفسك في مكان ضيق ومش عارف تطلع منه، لان ده جهاز مش هينفع لأي حاجة، اخره التصفح. ده هيخليك تستنى 10 دقايق عشان تعمل ريندر، انت متخيل؟ والفيديو 5 دقايق، ممكن يكون فيديو دقيقة وعليه شوية افكتات، ده على بريمير او دافينشي او اي برنامج مونتاج. لكن معالج حديث زي الرايزن 5 5600 مع 16 جيجا او 32 جيجا رام DDR4 هيخلص نفس الريندر التقيل في 10 دقايق. بس انت قبل كده كان ريندر 5 دقايق، فيديو 5 دقايق من غير اي اديتنج عليه تقريبا هنستنى 10 دقايق او معادل بسيط لو هو كولاريشن تقريبا، بس ده معادل تقيل هيخلص تقريبا نفس الفيديو مع افكتات كتير في 10 دقايق. يعني فرق وقت، فلوس، كل دقيقة بتضيع مستني الجهاز الشغل هيقل وربح أقل. هنا ترقية استثمار مش رفاهية. التكنولوجيا الحديثة، الكلمة دي ساعات جهازك نفسه يقفلك الباب. مثلا لو عندك بوردة قديمة وبتدعم DDR3 بس، خلاص الرامات الجديدة مش هتركب. أو عندك HDD SATA قديم وسرعة النقل آخرها 100 ميجا بالكتير، بينما ال SSD ال NVMe بيوصل لغاية 3500 ميجا وأعلى من كده. هتلاقي SSDات بتوصل ل7000 ميجا قراية. انت متخيل الرقم؟ نفس الكلام مع كروت الشاشة الحديثة اللي محتاجة PCI Gen 4 عشان تديك كامل الأداء. لو جهازك منعك تستفيد من التقنية دي، بطارية هنا نقلة جيل مش مجرد رفاهية. لكن خلينا أكون واضح، مش أي حد محتاج الأبجريد. يعني لو استخدامك أساسي تصفح أفلام ألعاب أونلاين خفيفة زي فالورانت أو لول أو فورتنايت، يبقى جهاز قديم زي اي 5 جيل سادس مع كارت الجي تي اكس 1050 تي اي هيكفيك، حتى لو بتلعب جي تي ايه أو ريد 2. بس ريد هتلعبها على إعدادات لو، يعني حتى 256 جيجا SSD مع 8 رام هيخلوا ويندوز سريعة جدا للاستخدام العادي. يعني بدل ما تجري تشتري ال RTX 4060 أو الرايزن 7 أو الرايزن 9 جديد، ممكن بس تزود رام أو تركب SSD وتلاقي جهازك طيارة. أرخص أبجريد بيفرق معاك جامد هو ايه؟ في كمان أبجريد بسيط جدا بيغير كل حاجة، وهو ال SSD. أي جهاز عنده HDD بس مجرد ما يضيف SSD صغير من 240 أو حتى لو عايز مساحة 500 جيجا، الفتح عنده هيكون من دقيقتين ل3 دقايق، هينزل ل15 ثانية و10 ثواني. برامج بتفتح 10 مرات أسرع، الألعاب بتحمل أسرع بفرق ملحوظ، فرق كبير جدا. يعني لو معاك ميزانية صغيرة ومش قادر تعمل أبجريد كامل، ال SSD أو زيادة في الرامات من 8 ل 16 أو من 16 ل 32 هي أكتر حاجتين هيفرقوا معاك فوق. زي ما احنا كلنا عارفين أي شغل انت محتاج 32 جيجا رام، بس لو انت معاك بروسيسور محترم أو أكتر، يعني حاجتين هيفرقوا معاك فرق كبير جدا. الخلاصة الأبجريد مش لازم يكون كل سنة.
لو جهازك بيأخر في شغلك أو منعك من الألعاب الجديدة، يبقى لازم تعمل أبجريد ده في أسرع وقت ممكن. لو جهازك لسه شغال كويس مع استخدامك، وفر فلوسك لحد ما تحتاج. مش لازم تجيب 400 شاشة في السيت اب بتاعك، هي شاشة واحدة تنقل بيها هتكون كافية جدا ليك. الفيديو الجاي هنشوف مع بعض ايه الحاجات اللي لو لقيتها في اللابتوب بتاعك لازم تعمل له ابجريد وعشان يديك اقوى اداء. فكل اللي انا عايزه منكم دلوقتي انكم تنزلوا تعملوا لايك واشتراك في القناه وتكتبوا لي ايه الجهاز اللي معاكوا، اذا كان لاب او بي سي، عشان ارد عليك في فيديو يفهمك كل حاجه انت محتاج تعملها عشان تاخد اقصى اداء. بس كده، سلام.